قرأت رواية تقول عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنا. فما نعرف شنو هو الإمام علي عليه الصلاة والسلام، وكل اللي راح تسمعه هو عبارة عن نقطة من بحر أمير المؤمنين. تعال سمعك هاي الرواية. بيوم من الأيام اجت للنبي هدايا، جابوا له هواية هدايا. فالرواية تقول النبي وزع الهدايا على أصحابه وخلى عنده هدية وحدة. شنو هي؟ عبارة عن حجر عقيق، هي الوحيدة اللي أخذها. الرواية تقول من أخذها انطاها للإمام علي عليه السلام، وقال له أريدك توديها للنقاش. النقاش اللي هو الخطاط اللي يكتب على الأحجار. فقال له أريدك أن تكتب عليها ما أحب، لا إله إلا الله. يعني قال له أريدك توديها للخطاط يكتب عليها اللي أنا أحبه. شنو يحب؟ لا إله إلا الله. ففعلا الإمام علي أخذ الحجرة ووداها للنقاش، فقال له اكتب عليها ما يحب رسول الله، لا إله إلا الله. وقال له اكتب معها ما أحب أنا. شنو؟ محمد رسول الله. يعني ضاف عليها سطر ثاني اللي هو محمد رسول الله. ففعلا النقاش كتب عليها هاي السطرين. فالإمام أخذ الحجرة ووداها للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي شاف الحجر فقال له أمرتك أن تكتب عليها سطرا واحدا وكتبت عليها 3 أسطر. النبي شاف الحجر لقى مكتوب عليه 3 أسطر. فالإمام علي عليه السلام قال له وحقك يا رسول الله، ما أمرت أن يكتب عليها إلا ما أحببت، وهي لا إله إلا الله، وكتبت معها ما أحب أنا محمد رسول الله. فصارت سطرين. زين السطر الثالث منو كتبه؟ الرواية تقول فهبط جبرائيل عليه السلام. اسمع القشعريرة. من هبط جبرائيل عليه السلام شنو صار؟ قال يا محمد، رب العزة يقرئك السلام ويقول لك أنت أمرت بما أحببت، وعلي أمر بما أحب، وأنا كتبت ما أحب. علي ولي الله. أنا قبل السما والقاع مخلوق، أنا قبل آدم وحواء بهواي. اسألوا ابليسكم يعرفني من كان ملك صالح ويسجد لله وياه. أنا قبل السما والقاع مخلوق،